سألوا، وأنا راح أجاوبكم بكل هدوء وبكل موضوعية. أولا، بعض الأخوة في الاتحاد في المكتب التنفيذي حسب رسالة الاتحاد الدولي أنهم أيضا أرسلوا رسائل شكاوي شو تريد تسموها سموها. أوكي؟ شنو مضمون هاي الرسائل؟ الله أعلم. أنا لم أطلع على هذه الرسائل ولا عندي علم بمضمونها. لذا بس أنا أتكلم لك الحقيقة، أنا دا أتكلم وأنا مسؤول عن كلامي. إذا أكو تدخل، أولاً الاتحاد الدولي خلي في حساباتك، أنتم تذكرون يوم 18/4 يوم 19/4 كان اجتماع جمعية عمومية. يوم 18/4 أرسل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي رسالة مشتركة يتحدث بها عن تدخل عن شغلتين: مركز التسوية والتحكيم، وطالب أنه أنت يا إخواننا في مركز التسوية والتحكيم أنه أنتم ما منصوص عليكم في النظام الأساسي، وبالتالي وأيضا أنتم مخالف يعني يحتاج تصويت، يحتاج أنه يعني الآن توقفون هذا الأمر. وأيضا أشار في الرسالة نفسها أحمد إلى أنه تدخل أي طرف ثالث قد يعرض الاتحاد إلى العقوبات وفق القوانين مالتهم، قد تصل حتى الإيقاف. واضح؟ إذا موضوع الطرف الثالث هو ليس، والحكومة إذا الاتحاد الدولي ترى خلوا في بالكم، ترى الاتحاد الدولي والآسيوي ما عنده شيء ترى بالاسم. إشارة الطرف الثالث مثل ما أشارها في الرسالة 18/4 واللي هسه راح أطلع لكم عليه حتى تكونون على بين. دقيقة. هي واضحة رسالة كابتن يعني واضحة. لا يا أخي، لا مو هاي مهمة أحمد، هاي مهمة حبيبي، هذه الأمور أكو أمور مهمة جدا حتى ما يصير بها